إذ أراد الله أن يرفع من قدرك ويرفع من شأنك وحياتك يكون فيها تفوق ونجاح، سوف ترى هذه الرؤى. تعالوا ما نرى إيه هي هذه الرؤى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو هنتحدث معكم عن رمز جميل من رموز الأحلام. إذا الإنسان رأى في المنام الرمز ده بيدل على رفع مكانة الإنسان، رفع مكانته بين الناس، بيدل على نجاح وتفوق في حياته. بيختلف تفسيرها من حال إنسان لآخر، فمن رمز من الرموز القوية اللي بيدل على الفوز والنجاة في الدنيا وفي الآخرة، ورفع المكانة والشأن للإنسان بين الناس وفي الآخرة كمان يا حبايب قلبي. وهذا الرمز ده بيدل الإنسان على التمكين والقرار في الحياة، وبيدل على الحكم والملك والسيادة، وبيدل على الإيمان. إيه هو الرمز ده يا حبايب قلبي؟ رمز الكرسي في المنام. الكرسي في المنام إذا الإنسان رآه فبيدل على هذا الشخص سوف يكون له مكانة بين الناس، وبيختلف تفسيره حسب حال الشخص والظروف الشخصية بتاعته وحال المكان والزمان، لأن الرؤيا بيبقى لها أصول وقواعد في التعبير. يعني إزاي؟ يعني مثلا الكرسي أحيانا يدل على النجاح في الاختبارات. لا الشاب لعزب اللي هو طالب لما يلاقي راح خد كرسي، شاف الكرسي وهو طالب وبيسعى طالب علم، يعني بيدل على النجاح والتفوق. طب لا العزب بيدل على تحسن أحواله، وبيدل على الزواج ليه وعلى تحسن أحواله الاجتماعية وعلى قرب الزواج ليه. فهنا بيختلف التفسير حسب حال كل إنسان. أحيانا الكرسي يدل للإنسان الملتزم المتقرب إلى الله على الفوز والنجاة في الآخرة وفي حسن الخاتمة ورفع الشأن ليه وبينه وبين الناس في الدنيا وفي الآخرة. فهنا مثلا كل كرسي بيبقى ليه تأثير مختلف يا حبايبي. فاحنا هنا رمز الكرسي بصفة عامة بيدل على الروحة وعلى الاسترخاء، بيدل على السلطة، وبيدل على الإنسان ده هيبقى عنده مكانة بين الناس. فبيبقى يختلف تفسيرها من حال كل واحد لآخر. كل إنسان ليه تفسير مختلف. يعني مثلا العزباء لو رأتها في المنام فبيبقى من الرؤى المبشرة للفتاة العزباء. في المنام رؤية الكرسي للفتاة العزباء بيبقى من الرؤى المبشرة لها بفرحها بسعادة بتحقيق أمر بتتمناه في حياتها. فهي بتقوم تستبشر خير وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الرؤيا الجميلة. فالكرسي يا حبايب قلبي يختلف تفسيره. يعني مثلا الرجل هنا لو في تجارة الكرسي هنا بيبقى ليه جميل في التجارة. ليه الكرسي في التجارة هنا؟ معناها لو ربنا هيرزق بالربح وبالخير وبالوسع في الحياة. فهنا بيختلف. طبعا الكرسي يا أولاد أنواع الكرسي برضو بتختلف في التفسير. يعني مش كل كرسي، هو حسب الكرسي اللي الواحد بيشوفها في المنام. يعني لو كرسي من خشب بيدل على انه فوق، يعني وصل لهذا الامر وخلى ان دول من قوله سبحانه وتعالى كانهم خشب مسنده. لكن الكرسي من حديد بيدل على القوه. فكل كرسي يختلف، كل كرسي يختلف في التفسير، يختلف حسب ايه الشخص. طب المتزوجه اذا شافت الكرسي، المراه المتزوجه شافت الكرسي بتدلها على المنفعه في حياتها، هيحصل لها منفعه ومكانه من جوزها. حب لو بتشتري يعني بيبقى خير برضه ليها. فهنا كل كرسي هنا بدل على الرزق وعلى المكانه ليها والرفعه. فهنا المرأة المتزوجة لمّا أشوفها بابقى خير ليها إن شاء الله بإذن الله تعالى. فالكرسي في المنام لو رجعت روحها نايمة عليه كده بتدل إن هي لها مكانة عند جوزها وهتعيش حياة سعيدة ومستقرة. فهنا حسب حال الإنسان يختلف التفسير، والله أعلى وأعلم. والله أعلى وأعلم يا حبايب قلبي. طيب الرجل إحنا قلنا لو رجل بيشتغل في التجارة معناها هيربح وهيبقى في رزق وخير كثير ليه. فطب لو راجل مش بيشتغل في التجارة في وظيفة مثلا وراجل راح اتنقل لكرسي شكله قيم وفخم وجميل، بدل هذا الرجل هيترقى في عمله، هيبقى له مكانة، هيبقى له رفعة في المستقبل. فهنا يعني بتبقى رؤية محمودة ليه جدا. فأنا هنا بوضح لكم عشان إيه أهم حاجة عندي تستفيدوا من هذا التفسير وتستفيدوا من الشرح يا حبايب قلبي. طب افرض الكرسي كان بلاستيك، الكرسي البلاستيك مش بيبقى محمود يا حبايبي، لأن الكرسي البلاستيك اسمها بلاستيك في بلاء امر فيه بعض المتاعب. لان الكرسي البلاستيك هنا بيبقى فيه بعض المتاعب بس برضو لكن لو عزباء شافتها بالدلاع على قرب زواجها من شخص هنا بيختلف. العزباء هيسعدها في حياتها، هيبقى معها حياة فيها سعادة. ولكن في بعض برضو كلمة بلاستيك أحيانا تبقى فيها بعض المعاني المحمودة وأحيانا فيها معاني مش محمودة. فهنا الكرسي البلاستيك هنا بيختلف. مثلا المرأة المتزوجة شافتها بيرمز لها علاقة أسرية وتطلعات بتتمناها في المستقبل، وأحيانا بيدل على خير لها وأحيانا بيدل إيه
على عدم الخير. أما المرأة المطلقة لو رأت الكرسي بتبشر لها بنجاحات في حياتها ووصولها إلى مراكز مرموقة في الحياة، ودي حسب الكرسي اللي شُفت، حسب رؤية الكرسي وهل الكرسي ده كبير، قيّم، مش قيّم، فأنا بارمز ليها لو العلاقة أسرية والأمور هتتبدل لخير إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. فإحنا بنوضّح لكم بس عشان تستفيدوا من كل تفسير. فاتكلم الإمام ابن سيرين إن الكرسي لو شكله قيّم وجميل خير، أما لو كان الكرسي مكسور فبيبقى غير محمود. أنتِ عارفين كسر الكرسي هنا بيبقى غير محمود في التفسير، فأنا مش باحب أقول الجوانب اللي فيها خير وبُشرى لإنسان، لكن لمّا يكون بلاستيك ورأتها المرأة متزوجية ومش كان حلو، فبيدل ساعات على بعض المشاكل في الحياة، لو كان كمان مكسور بيبقى بيدل على المعاناة في حياتها. فإحنا عشان كده مش بنحب نفسر الرموز المحمودة اللي فيها بُشرى ليكم، والله أعلى وأعلم. فهو بصفة عامة الكرسي بيدل على المنافعة وعلى المكانة وعلى الفرحة وعلى السعادة وعلى الرفعة لإنسان، والله أعلى وأعلم. حبايب قلبي باكتفي بهذا القدر، وأتمنى إذا عجبكم الفيديو أن تعملوا لايك واشتراك في القناة وتتابعونا، واللي عنده أي رؤية يضعها لنا في التعليقات، وإحنا إن شاء الله هنجاوب على كل رؤاكم. وتابعونا دايما في بث مباشر دايما يوم حد وثلاث وخميس، تابعونا فيه يا حبايب قلبي، وإحنا بنجاوب لكم الساعة 8:30 9 كده بيبقى ميعاد البث. تعالوا احضروا معنا البث وإحنا تحت أمركم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.